اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعجل المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. كنا عملنا قبل كده سلسله 5 شخصيات عربيه. النهارده بقى عملنا سلسله جديده وهي 5 شخصيات غير عربيه على مر العصور والازمان وفي مختلف الاحداث المرحليه والمفصليه في تاريخ الشعوب والامم. كان وراء التغييرات الكبيره اللي بتحصل للشعوب والامم دي قاده وزعماء كان العنصر الابرز في انشاء التغيير ده. دي هي النقطه الحاسمه في سلسله التاريخ. لو جينا نفتش في صفحات التاريخ هنلاقي اللي احنا بنقوله ده بالظبط. لكن النهارده في الفيديو ده هنعرض لكم مجموعه من ابرز القاده في التاريخ الحديث والمعاصر اللي صنعوا نقطه فرق، سواء اثر بشكل ايجابي في انحاء العالم او تغيير سلبي ساهم في دمار وانحلال دول بحالها. بس قبل ما نبدا لازم نقول جمله كنت قريتها: القاده او الزعماء هم من بيدهم صناعه القرار وحشد الجماهير، فان كان القائد او الزعيم صالحا نافعا ففرصه تطور ورقي شعبه بتكون كبيره. معانا اول واحد النهارده وهو جورج واشنطن، اهم زعماء الولايات المتحده الامريكيه واول رؤسائها وابرز مؤسسيها، وبرضه هو الاب الروحي لكل الامريكان. ده ما بيعتبر ان هو عراب انفصال امريكا عن التاج البريطاني، وهو واضع دستور، وهو القائد اللي حظى بجماهيريه كبيره من الامريكان ذات نفسهم. هو اللي انشا خلال فتره حكمه كتير قوي من التقاليد والاعراف اللي امريكا ماشيه عليها لحد النهارده. وفوق ده كله ثبت حاجه مهمه جدا وهي التداول السلمي للسلطه. ومعانا الشخصيه الثانيه وهو جوزيف ستالين، الراجل الحديدي والقائد الثاني للاتحاد السوفيتي. هو الراجل اللي قام بنقل الاتحاد السوفيتي من مجتمع زراعي لمجتمع صناعي. ده اللي خلى الاتحاد السوفيتي من ان هو ينتصر على دول المحور في الحرب العالميه الثانيه، خلاه يصعد الى منطقه القوى العظمى. وده بدوره خلى الاتحاد السوفيتي ينافس امريكا والدول المسانده لامريكا. طبعا اتعرف بقسوته واستبداده لدرجه ان هو قتل ملايين من ابناء شعبه. ننتقل لمهاتما غاندي، وده ابو الامه الهنديه. كنا عملنا فيديو قبل كده عن التلوث في الهند، لو ما شفتوش هسيبه لك في الايو هنا او ممكن اسيبه لك في الديسكربشن تحت. الزعيم الرئيسي لحركه الاستقلال الهنديه والمهندس الرئيسي شكل من اشكال العصيان المدني، بس اللا عنفي، وحط تحته 1000 خط، اللي ادى لاستقلال الهند عن بريطانيا. وده كان بالشكل السلمي اللي اسسه الغاندي. كان برضه بيدعو للوحده الوطنيه، بالاضافه كمان ان هو كان بيرفض تقسيم الهند، كان بيدعو لاحترام حقوق الاقليه المسلمه من قبل الاكثريه الهندوسيه. ومعانا بعد كده هتلر. الحقيقه جدا بفكر ان انا اعمل فيديو مفصل عنه لان قصه حياته كبيره قوي. واحد من ابرز الوجوه الدكتاتوريه في التاريخ، مشعل اكبر حروبها لا الحرب العالميه الثانيه، واللي كانت سبب في قتل اكتر من 60 مليون بني ادم، وده كان من مختلف القارات. الحرب اللي اشعلها هتلر دي كانت السبب في توزيع خريطه العالم اللي بنشوفها لحد النهارده. هتلر هو الزعيم النازي الالماني، معروف بعنصريته وافكاره المتطرفه، وكان عايز يخلي من بلده قوه عظمى لكنه اختار الطريق الغلط ومشي فيه وتسبب في خسارته للحرب. بعد كده معانا نيلسون مانديلا، واحد من ابرز ايقونات النضال في افريقيا، اللي فضل مناضل لسنين عشان يدافع عن مبادئه وقيمه. قائد اللي قعد اكتر من 27 سنه في السجن، ده لما كانت القاره الافريقيه خضع للاستعمار البريطاني بسبب من المواطنين الافارقه حقوقهم السياسيه والاجتماعيه وبرضه الاقتصاديه. وده الامر اللي خلى يبقى فيه حركات تحرريه عشان يتحرروا من الاستعمار البريطاني. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من السلسله دي. اشوفك الفيديو الجاي.